بس احنا حاولنا ننفرد ببعض يعني اهم محاور او عناصر هذه الرساله وهذا الخطاب الى الشعب المصري. فمع بعض كده برضه هقول لحضرتك والساده المشاهدين سويا، الرئيس مرسي بيوجه رساله في اول رساله للشعب المصري زي ما قدامكم، بيقول لكل الشعب المصري: استمروا في ثورتكم ولا تتراجعوا، أثق أن الثورة ستنجح والانقلاب إلى زوال. الرئيس مرسي يؤكد مرة أخرى: استمروا في ثورتكم ولا تتراجعوا، أثق أن الثورة ستنجح والانقلاب إلى زوال. الرئيس مرسي أيضا يقول: أعزي كل أسر الشهداء وأحيي صمود كل المعتقلين والمظلومين، والثورة هي من ستعيد إليهم حقوقهم ومطالبهم. الرئيس مرسي أيضا يؤكد في رسالته للشعب المصري انفراد لموجة الصحافة اليوم: الحكم لم يؤثر علي ولا يختلف عن قرار قناص يقتل هذا أو يصيب ذاك، وأنا ثابت على المبدأ والموقف في مواجهة الانقلاب. الرئيس مرسي يؤكد في رسالته للشعب المصري: أنا مش خايف وواثق إننا مع الثورة هنحاكمهم ومش هتطول المحاكمات، وبوعد الثوار، ويوعد الثوار فيقول: إني لن أكون أقل شجاعة وصمود ومواجهة منهم. هذه يعني أهم رسائل الرئيس مرسي في ثباته وصموده، قوته. لا يزال الرئيس الصابر الصامد الثابت يوجه شعبه اللي انتخبه وكان أول رئيس مدني منتخب في إرادة شعبية على الثبات والصبر والصمود، ويتوعد الانقلاب بمحاكمات سريعة، ويتفائل ومتفائل بأن سقوطه عن قريب عاجلا غير آجل.